الشيطان ما يأسكش. الشيطان ما يأسكش. لو انت خدت قرار وعهد مع ربنا سبحانه وتعالى انت تبطل حاجه وقعت فيها عادي، توب تاني. ما تيأس. ما تيأس وتقول خلاص مفيش فايده فيا انا لازم اعمل كده. لا، ما تقولش لنفسك كده. هو عايز يوقعك مره عشان يرجعك. ولا تستعجل على توبه الناس ولا تستعجل على توبه نفسك. وقعت عادي، عيط له. عيط له قلت يا رب انا عاهدتك يا رب ما اعملش كده تاني، وعملت. يا رب اعاهدك تاني واعملها. وقعت، اقول له تاني لغايه لما تبطل. يبقى تصبر على نفسك. من الاستعجال اللي انت ما تصبرش على العاصي، ما تصبرش على دعوتك للانسان العاصي. تدعيه مره واثنين وثلاثه بعد كده تقول يا عم ده ولا يصلي ولا انت مالك؟ انت مالك انت؟ يصلي ولا ما يصليش، ربنا يهديه ولا ما، انت مالك؟ وانت ماسك قلبه؟ انت ليك ان انت تبلغ بس، فذكر انما انت مذكر لست عليهم بمسيطر. انت تبلغ بالراحه وبالحكمه واللين وتدعي له وتبقى مخلص وصادق. انت مالك؟ هي القلوب دي بايدك انت؟ وربنا قال لك امسك قلبه واعدله ولا قال لك ادعيه بالراحه وخلاص؟ انت بتدعيه يجي معاك ما يجيش معاك، بتاعتك؟ لا مش بتاعتك. انتوا بتعملوا كده ليه مع العاصين؟ ما انت كنت عاصي امبارح. ما انت امبارح كنت عاصي وربنا هداك، سمعت كلمتين وجم في قلبك وربنا هداك. ما تصبر عليه يا عم. لكن تدعي واحد صلي 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 والله ما يقول لك حاجه تاني، وتلاقيه بقى يعمل فيها اله بعد كده. اقول له انت مش هتورد على جنه. تاني يقول له والله ربنا ما يغفر لك. ليه يا عم؟ ليه يا عم؟ في سجده يا عم بتيجي للانسان قلبه اللي بيسجد فيها. في دمعه يا عم بتيجي للانسان قلبه اللي بيعيط، مش عينه يا عم. ما تخليك معاه لغايه لما قلبه يسجد. ما تخليك معاه لغايه لما الدمعه بتاعت قلبه تنزل، هو يبقى معاك كويس وتبقى انت السبب برضه. احنا ليه بنشك على الناس كده وعايزين النهارده ادعيه النهارده يبقى شيخ الاسلام؟ مش هيجي كده يا جماعه. لازم عندنا صبر على الناس. ما تستعجلش على توبتك انت نفسك. ودي خلي بالك اكتر حاجه بترجعك تخليك تنقطع عن اي حاجه. يعني مثلا انت بقالك ياما بتعمل عاده سريه، عايز تتوب، تيجي تروح ماسح 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 يا رب واعيط واعمل واعاهد ربنا سبحانه وتعالى. انت متخيل اللي انت مش هتعملها؟ مش هتعملها؟ يعني بقالك مثلا 7 8 سنين بتعملها والنهارده خدت قرار ان انت تتوب. هتطوب النهارده مش هتعملها؟ لا يبقى انت مش فاهم. هيخش لك الشيطان من نفس المدخل. انت كنت بتعملها الصبح وبتعملها بالليل، مش هتعملها يوم 2 3 4. لو وقعت عادي. هي مش عادي عشان هو ذنب، بس هي مش الشيطان بيقول لك لا مش فايده انت هتعملها تاني، انت هترجع تاني. ما انت متعود بقالك ياما. بالك ياما. فلما تيجي اصبر على نفسك، ما تستعجلش بالتوبه. برضه واحد بياكل حرام، فلوسه كلها حرام، يا رب انا تبت من الحرام وتصدق، هيجي له رشوه هيعمل لا، الثانيه هيعمل لا، هيقع عادي. ما هو متعود بقاله ياما. يبقى انا لازم اصبر على نفسي. انا اصلا مش على الناس العاصين، انا اللي عاصي. انا اصبر على نفسي. لما بعمل حاجه غلط بقالي ياما واجي اتوب منها، مش هعرف اتقطع مره واحده، مش هعرف. لما اقع واحده بس اعيط وازعل، حلو. مره تانية اطول، بعد 3 4 ايام ما عملت حاجه تاني، حلو. ما انا كنت بعملها مره واثنين وثلاثه. بعد كده هتبقى اسبوع ازعل، بعد كده هتبقى 10 ايام ازعل. يبقى زي ما انا استدرجني الشيطان بقيت ما بعملش، ببص بتفرج بعمل هنزل واحده واحده برضه. وانا ليه لما جيت اطلع طلعت واحده واحده، ولما جيت انزل عايز انزل دلوقتي؟ مش هتيجي معاك. يبقى الشيطان ما يأسكش. الشيطان ما يأسكش. لو انت خدت قرار وعهد مع ربنا سبحانه وتعالى انت تبطل حاجه وقعت فيها عادي، توب تاني. ما تيأس وتقول خلاص مفيش فايده فيا انا لازم اعمل كده. لا، ما تقولش لنفسك كده. هو عايز يوقعك مره عشان يرجعك. ولا تستعجل على توبه الناس ولا تستعجل على توبه نفسك. وقعت عادي، عيط له قلت يا رب انا عاهدتك يا رب ما اعملش كده تاني، وعملت. يا رب اعاهدك تاني واعملها. وقعت، اقول له تاني لغايه لما تبطل. يبقى تصبر على نفسك. والله يريد ان يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات ان
يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان